السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، بالأمس تكلمنا عن حقوق الزوج، ولكن عندما نتكلم عن حقوق الزوجة، معنى الزوجة يعني الأنثى، والأنثى هي الأم، هي البنت، هي الأخت، هي العمة، هي الخالة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت وصى بالزوجة وبالأنثى بشكل عام: استوصوا بالنساء خيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الكثير من الحقوق إلى يوم القيامة لهذه الزوجة، لهذه الأنثى. ولهذا كان فداه أبي وأمي في خدمة أهله. كان يقوم ويخيط ثوبه ويخسف نعله ويكنس بيته ويحلب شاته، وهو السيد الجليل أعظم من خلقه الله، فداه أبي وأمي. فالحقوق كثيرة بالنسبة للزوجة، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. عليك أن تصبر على هذه الزوجة، عليك أن تصبر أخي الحبيب. خير من صبر وأعظم من صبر هو النبي عليه الصلاة والسلام. هم الصحابة رضي الله عنهم. جاء رجل إلى الفاروق، وما أدراك ما الفاروق رضي الله عنه، يشكو إليه سوء خلق زوجته. فعندما وصل إلى الباب وطرق الباب، وإذ بصوت زوجة أمير المؤمنين يعلو على الفاروق. الفاروق وما أدراك ما الفاروق، عملاق الإسلام. ففتح الباب الفاروق فأراد أن ينصرف هذا الرجل، فقال: ماذا تريد؟ قال: قضيت حاجتي. قال: أسألك بالله ماذا تريد؟ قال: يا أمير المؤمنين، أتيت إليك أشكو سوء خلق زوجتي، فسمعت زوجتك وصوت زوجتك يعلو عليك، فقلت في نفسي: إذا كان هذا حال أمير المؤمنين فكيف يكون حالي؟ قال: يا رجل اتق الله، أتحملها لحقوق الله علي إلى حق كبير. هي التي أنجبت الأولاد، هي التي حملت الأولاد في بطنها 9 أشهر، هي التي أرضعت، هي التي ربت. أصبر عليها لأنها مربية أولادي، منظفة بيتي، طباخة طعامي. المرأة لها حقوق كثيرة، فعليك أيها الرجل أن تتق الله بهذه المخلوقة العظيمة. كما قلت لكم، الزوجة هي الأنثى، والأنثى هي الأم، الأخت، البنت، العمة، الخالة، الجدة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.